مرحبا بكم في القناة. الاسم ديالي هو مريم. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة ديال البقلاوة بشكل تركي ولكن اقتصادية بالكاوكاو، ولا بالعربية كما كنقولوا ليه الفول السوداني. مقادير سهلة بسيطة واقتصادية، وغتحصلوا على واحد البقلاوة اللي رائعة اقتصادية. اول شيء كنديرو هو كناخذوا واحد نصف كيلوغرام ديال الكاوكاو، يا اما بالقشور ديالو ولا بلاش. انا خديته بالقشور ديالو، قمت بالتحميص ديالو في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ديال 18 دقيقة رف وسط. كنت شاعل عليه من الفوق ومن التحت بالمروحة حتى وصل لهذا اللون ديال التحمار ديال القلي. عاد ديك الساعة طفيت عليه. دابا اول حاجة كنديرها هو غير بيدي كنحاول انني نفسخو، وبهذه الطريقه كنحيد هذيك القشور ديالو. الا كان عندكم غربال ولا كان عندكم الطبق كما كنا عارفينه ممكن تستخدموه، غيكون احسن. وهذا هو اللون ولا الدرجه ديال القلي اللي انا كنحاول نحصل عليه باش في العقده ما يجيش اللون ديالو غامق. هنايا غنستخدم مع هذه البقلاوه الشوكولاط الاسود، الشوكولاته السوداء بنسبه كاكاو 52%. غنستخدم معاه واحد قبصه ديال الملح. هنا عندي واحد ملعقة مائدة من السكر منكه بالزهر، عندي 110 غرام من السكر حبيبات، وعندي الماء ديال الزهر استخدمت منه 5 ملاعق كبيرة. وهذاك هو الكاوكاو من بعد ما فسخناه. كندوز العملية ديال الطحن. هنا انا ما غاديش نحاول نحصل على عقده كما كنخدموا عقده ديال اللوز المعسلات المغربيه. غتشوفوا من بعد كيفاش غتولي لا تكستور ديالها، الشكل ديالها في الاخر. في الفود بروسيسور ولا الطحانه ديالكم ضفت الملح، ضفت السكر حبيبات، وقمت باضافه السكر منكه بالزهر. غنطحن الكل، ولكن ماشي لدرجه انني نحاول نحصل على كاوكاو غبره، يعني كنخليه مهرشش في هذه الحشوه اللي انا غنستخدمها. في هذا الوقت كنقوم بالاضافه ديال الشوكولاته السوداء اللي قمت بالتقطيع ديالها مسبقا باش نسهل على الطحانه الطحن ديالها. هنايا تقريبا غير واحد 10 ديال الثواني وغنوقف الطحن. كما قلت انا ما كنحاولش نحصل على عقده. غنوقف الطحن وغنقوم بالاضافه ديال ماء الزهر، قلت مسبقا واحد 5 ديال المعالق غيكونوا كافيين. هنا ما بغيتش نوقف الفيديو باش تحسبوا العدد ديال الثواني اللي انا استخدمتها. العدد ديال الثواني تقريبا كانت ما فيتاش 10 ديال الثواني وصافي. كنوقف الطحن حيت خاصها توقع عندي الحشوه بهذه الطريقه. انا غنوريها لكم باش تعرفوا شنو هو القوام اللي حنايا كنقلبوا عليه. هذا هو القوام، ماشي عقده، غير هي حشوه. وبهذه الطريقه ممكن تستخدموا اي فاكهه من الفواكه الجافه، ممكن تعمروا بها هاد النوع ديال البقلاوه كما كيديروا التركيين. راه كيستخدموا غير البيستاج وداك الاخضر المنقي، كيكونوا مقطعينه بدون اضافات وكيستخدموه في البقلاوه ديالهم ساهله. ما كاينش في هاد الاضافات اللي حنا كنديروها ولا النكهات اللي كيستخدموها المغاربه. هنا غنستخدم الورقه ديال الفيلو جاهزه، الثمن ديالها ما غاليش، اقتصاديه، احسن من اننا بارفوا كاين نساء عاملات اللي ما كيلقاوش وقت انهم يوجدوا الورقه ديال البقلاوه. وهنا غنحتاج واحد لي باطوني اللي كنستخدمهم انا في الشواء ديال الخشب. جمعت واحد 2 من كلتا الجهتين وشكلت واحد الباطوني اللي هو طويل ودرت عليه لو فيلم اليمونتير. هنايا كناخذ كل ورقه. غنستخدم الزبده، ممكن ما تستخدموهاش ولكن الزبده كتعطي واحد النكهه مميزه لهاد البقلاوه، خصوصا الا كانت البوغ نوازات. هنا اول شيء نديرو هو غناخذ الباطوني، غنلف عليه واحد 3 ديال اللفات ديال الورقه ديال الفيلو. عاد غناخذ الحشوه. كما كتلاحظوا الحشوه هي على شكل كاوكاو ولا الفول السوداني والشوكولات مهرشش، ماشي بحال العقده ديال اللوز المغربيه اللي كنحضروا بها المحنشه ولا كنحضروا بها البريوات. هادشي علاش ديما انا كنقول بان البقلاوه ديال الاتراك ولا ديال السوريين اسهل بكثير من المعسلات المغربيه. المعسلات المغربيه كنزيدوا فيها بزاف ديال النكهات اللي كنستخدموها، وحتى الطريقه ديال الاعداد ديال العقده هي طريقه واحد شويه اللي ماشي سهله، ماشي بحال كما هما كيديروا المعسلات الشرقيه ديالهم. هنايا كنلف داك الباطوني ونتاكد بان غير النصف ديال الورقه ديال الفيل هو اللي كندير فيه الحشوه، والنصف الاخر كنخليه خاوي باش نتفادى بان هاد البقلاوه تفرقع عليا في الفران ان ديك الحشوه تخرج منها. ملي كنجمع الباطوني ممكن تسدوه عن طريق بياض البيض. انا ما استخدمتش نهائيا في هاد البقلاوه البياض البيض باش نسد هاد لي باطوني اللي شكلتهم. وكنجمع باليدين ديالي وكنحاول انني نكمشها كما كنقولوا، نكمشها باش نحصل على هادوك التموجات اللي كاينين في الوجه ديالها. وكنشد الباطوني كنجرو من جهه وحده
وكنكون موجده الصينيه ديال الطهي ديال الفرن اللي كنكون فرشت على واحد الورقه ديال الفيلو باش نتفادى ان الحراره تعطي واحد اللون اللي هو ذهبي قاتم للاسفل ديال هاد البقلاوه. وفي ساعتها كنقوم بالدهن ديالها بالزبده، ما كنتسناش نكمل لي باطوني كاملين باش ما نخليش هذيك الورقه تنشف ليا وتهرس بين ما انا نكون ساليت التعمار ولا الحشو ديال جميع الاوراق ديال الفيلو اللي عندي. بالنسبه لهاد نصف كيلو ديال الحشوه انا استخدمت فيه 8 ديال الاوراق ديال الفيلو اللي استخدمتهم. الشائط راه ممكن نستخدموه في ليكاش، ممكن نستخدموه في بسيطيلات صغار، يعني ماشي بالضروره كنرميو الفائض ديال الاوراق ديال الفيلو، غير كنغلفوهم وكنحتفظوا بهم في الثلاجه وممكن نستخدموهم في وصفات اخرى. هنا نفس الشيء كنكرر العمليه، كنشد ورقه ديال الفيلو كندهنها بالزبده، غير النصف ديالها هو اللي كنعمرو بالحشوه والنصف الاخر ما كنعمروش. كندور هذاك الباطوني عليه 2 ديال الدورات ديال الورقه ولا 3، عاده كنبدا نلف بالحشوه. هنا كنجمع الباطوني من الجوانب باش يبانوا فيه ديك التموجات ولا ديك التكميشات اللي كاينين في الوجه، وكنجر الباطوني اللي عندي من الجنب. لما لقيتوش باطوني ولا الاعواد ديال الباربيكيو ممكن تستخدموا الباي اللي كنستخدموهم في شرب العصير وتلفوهم واستخدموهم، غير هما غيعذبوكم واحد شويه في انكم تحصلوا على واحد النتيجه اللي هي مثاليه. كما قلت كل باطوني درتو كنضيف عليه الزبده، وهنا في الاخر الزبده كنضيفها على الوجه ديال لي باطوني اللي شكلتهم كاملين على وجه البقلاوه. الزبده انا احتاجيت منها في هذه الوصفه كامله ما بين الدهن ديال الاوراق والرش ديال الوجه ديالها قبل ما ندخل الفرن، احتاجيت 250 غرام من الزبده. هنايا كنفلح الوجه ديالها، ما كنقسمهاش تماما حيت ما بغيتش بانها اثناء الطهي هذيك الحشوه تخرج ومع الزبده تحرق ليا وتعطي واحد النكهه ديال الحروقيه لهاد البقلاوه. يعني كنحاول انني غير نفلحها من الوجه ديالها باش من بعد من نخرجها من الفران نكمل التقطيع ديالها. كندخلها للفرن ساخن مسبقا على درجه حراره 150-160 ماكسيموم المروحيه، وكنكون مشعل عليها من التحت. مني كتحمر من التحت كنشعل عليها من الفوق. هنا من بعد ما خرجتها كما كتشوفوا، الا كان عندكم فرن غازي شعلوا عليها غير من التحت، مني تحمر من التحت غتشعلوا عليها من الفوق. هنا كنكمل التقطيع ديالها كما قلت، ما كنقطعوهاش كامله قبل ما ندخلوها، كنقطعها غير من الفوق، من التحت ما كنقطعهاش. ما كنبغيش الحشوه تخرج وتعطينا واحد النكهه ديال الحشوه محروقه في هذه البقلاوه. كنكمل التقطاع، ومني كنكمل التقطاع كندوز مباشره انني كنصب عليها العسل اللي انا استخدمته هو عسل صنع منزلي ولكن فيه نكهة الزهر، حيت كنت ضفت عليه العسل ديال الزهر. ممكن تستخدموا اي نكهة بغيتو، ممكن تستخدموا العسل الحر ماشي بالضرورة، ممكن يكون غير عسل اللي هو صنع منزلي. وكنصبوا على الوجه ديالها وهي سخونة خارجة من الفران، والعسل خاصو يكون بارد. هنا الوجه ديالها خليت واحد شوية ديال الحشوة كانت بقات ليا، وهي اللي قمت بالاستخدام ديالها ورشيتها على الوجه ديال هاد الاطراف ديال البقلاوه. بطبيعه الحال انا راه كنفينيها كنزيد نقطع دوك الجوانب اللي كيبانوا لكم شايطين من هاد الجهه والجهه الاخرى، وكنقوم بالتقديم ديالها. بالنسبه للاحتفاظ السيدات غتستخدموا اكياس ديال الكونجيلاسيون اللي غتحلوها وغتاخذوا اناء اللي هو محكم الغلق، وكل طبقه من هاد الطبقات ديال البقلاوه غتستخدموا هذاك الساك دو كونجيلاسيون اللي غتكونوا حليتوه باش تفرقوا ما بين كل طبقه وطبقه باش يلتصقوش على بعضياتهم. ممكن تحتفظوا بها حتى المده ديال شهر في المجمد ديالكم. هذه قطعه بغيت نوريكم قطعه من القطع ديال هاد البقلاوه بنينه بزاف معلكه. الشوكولاته السوداء والفول السوداني عطاتها واحد النكهه اللي هي خارجه على المألوف. هانتوما كما كتشوفوا المنظر ديالها جميل رائع، مقرمشه بزاف، كتسمعوا القرمشه ديالها مني حليتها. انا ما قدرتش نصبر موالفه غير كنحاول كندوق شويه، ولكن مني قمت بالاعداد ديال هاد البقلاوه كليت واحد 2 منهم قبل ما نقدم الطبق في هذا الشكل ديالو. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم. اللي كيشاهدني اول مره كانت معكم مريم في القناه، يشترك يفعل زر ديال الجرس باش يوصلوا الجديد ديال الفيديوهات اللي كنحطها كل اسبوع. وكنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم. القناه قربت توصل ل 10,000 مشترك. نشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله.